الحاجات المهمه بالنسبه للجسم عشان نتخلص من الحاجات دي. اهم حاجه يا جماعه، واهم حاجه وجعلنا من الماء كل شيء حي. نشرب ميه ونغسل وشنا وايدينا عشان نغسل المسارات بتاعت جسمنا كلها، الوش مع الدماغ مع الايد، كل الحاجات دي نغسلها بالميه. غضبان اشرب ميه واغسل وشك او غير وضعك. خايف اشرب ميه واغسل وشك وغير وضعك. خلاص. بتأنب نفسك، حزنان، اي نوع من اي مشاعر سلبيه، الميه اكتر حل ممكن يحل الموضوع ده. الميه. النفس، احنا ما بنتنفسش، ما فيش حد بيعمل لا. النفس التفريغي يعني احنا ناخد في 4 عدات ونكتمه في 10 عدات ونخرجه في نص العدد. يعني ايه؟ لو انا كتمت 8 هطلعه في 4، لو انا كتمت 10 هطلعه في 5، لو انا كتمت 12 هطلعه في 6. يبقى انا خدت نفس في 4 وكتمت عدد، العدد ده يطلع الزفير بتاعه في نص العدد اللي انا كتمت فيه. ده اسمه التنفس التفريغي. يعني ايه؟ يعني انت عندك حاجه مكبوته وبتخرجيها. الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه. السجود على الارض، نقط السجود نفسها نقط تفريغيه قويه جدا، بتفرغي وتشحني. بتفرغي الذبذبات زي ما بتقولي، بتوصلي ارضي، فبتوصلي الذبذبات دي كلها في الارض عشان تخرجي كل السالب ده وتدخلي موجب تاني.